diamonds, I hope you are doing great. Welcome back or welcome to my channel if you are new. Today's video is going to be a little different because today we have a special and a new guest, my sister Aya, who has also a YouTube channel called Teacher Aya. Today my sister is going to be sharing with us her journey of getting rid of facial acne, because this type of content isn't something she can post on her YouTube channel because it's purely educational. So today she's going to share with us her tips and advices or experience on mine, the Diamond Ella. But before start this video, don't forget to subscribe and like, and this is my Instagram, follow me. And 3, 2, 1, let's get started the video. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا. معكم آية، أستاذة العلوم الفيزيائية وصاحبة قناة تيتشر آية على اليوتيوب، حيث أشارككم دروسا في الفيزياء والهندسة إلى جانب نصائح في التحفيز والدراسة ومعلومات عن مختلف التخصصات. خليكم قناتي على اليوتيوب هنا، لكن هذا الفيديو ليس في قناتي. اليوم أنا هنا على قناة أختي آلاء لأروي لكم قصة شخصية، تجربة عشتها بتفاصيلها وأثرت في بعمق. لهذا اخترت قناة أختي آلاء أفضل لأروي قصتي. كنت في مرحلة المراهقة حيث بدأت المعاناة. في البداية كانت مجرد حبوب صغيرة عادية، ثم وبشكل مفاجئ أصبحت المشكلة تتضخم يوما بعد يوم، إلا أن غطت وجهي وأثرت في نفسيتي. هي حكايتي مع حب الشباب أكني. نظرات الناس كانت قاسية أحيانا، ليس لأنهم يريدون الإيذاء، ولكن لأنهم لا يعرفون كم يمكن لكلمة واحدة أن توجع، أو لنصيحة عابرة أن تترك أثرا عميقا في النفس. جربي هذه الوصفة، ادهني بهذا الزيت، اغسلي وجهك كل يوم بهذا الغسول. الكل أصبح خبيرا فجأة، والكل ينصح بثقة، بينما أنا في داخلي كنت أتألم. جربت الكثير من الوصفات الطبيعية التي ملأت صفحات اليوتيوب، وصدقت تلك الفيديوهات التي تبدو مثالية، لكن الحقيقة لم ينفع شيء. كنت أشعر أن بعضهم يبيع الوهم من أجل مشاهدات أكثر. لم أفقد الأمل بسرعة، طرقت أبواب عدة أطباء، واشتريت أغلى الكريمات والغسولات، واتبعت تعليماتهم بحذافيرها، ولكن للأسف لم يتغير شيء. خسرت المال وخسرت الثقة، وبدأت أرى في المرآة وجها لا يشبهني. لكن الحمد لله وبلطفه وحده دلني القدر على طبيب صادق ومتمكن، لم يقدم لي وصفة سحرية، بل قدم لي خطة حقيقية وفهما عميقا لبشرتي التي هي دهنية، والبشرة الدهنية كما تعلمون تعاني أكثر من غيرها. من هنا بدأت الرحلة الحقيقية نحو التعافي، ومن هنا أيضا قررت أن أترك خلفي كل تلك الأدوية والمستحضرات التي لم تجد نفعا أكيد، وأشارككم تجربتي كاملة بكل صدق بكل إنسانية، وإن شاء الله راح تفيدكم. في هذا الفيديو سأحدثكم عن كل شيء، ما الذي نفعني فعلا وما الذي لم يجدي، رأيي الصريح في المنتجات التي استخدمتها، كيف اهتممت ببشرتي من الداخل قبل الخارج، وكيف استعادت نفسي ثقتها بنفسها من جديد. كما ترون في هذا الفيديو تركت جانبا كل الأدوية والكريمات في هذا الفيديو، لأنني وبحمد الله كنت مؤمنة بأن لحظة الشفاء ستأتي يوما ما، وأنني سأعود لأشارككم تجربتي بكل صدق وشفافية. أنا أشعر حرفيا بكل شخص يمر بهذه المعاناة، لأنني عشتها بكل تفاصيلها. عندما قررت زيارة الطبيب ببريدعة في مدينة العلمة، أكيد في بلد الجزائر، كانت نقطة التحول. أول ما فعله هو فحص وجهي بدقة، ثم أخبرني بأن السبب ليس سطحيا بل هرموني. قال لي بكل وضوح المشكلة داخلية وليست خارجية، والمرهمات والكريمات التي وصفها لك الأطباء من قبل لن تجدي نفعا. ثم قام بقياس وزني وطلب مني مجموعة من التحاليل، الهدف منها التأكد من أن جسمي قادرا على تحمل دواء كوراكني دون مضاعفات، والتأكد من أنني بصحة جيدة، وهذا بالمناسبة لم يقم به أي طبيب من قبل. طلب مني إجراء التحاليل مرتين، مرة قبل بدء العلاج ومرة بعد تناول أول جرعة من الدواء. هذه هي التحاليل التي قمت بها كما ترون، وهذه جميع الوصفات الطبية التي تسلمتها، إلى جانب المواعيد الشهرية التي زرت فيها الطبيب لمتابعة حالتي بعد كل مرحلة من العلاج. العلاج استمر تقريبا سنة كاملة. بدأت بجرعة صغيرة 10 ميليغرام من كوراكني، ثم بعد أن تأكد الطبيب من أن جسمي استجاب جيدا رفع الجرعة إلى 20 ميليغرام. كان يحدد الجرعة وفقا لوزني، ويحسب بدقة عدد المرات التي أحتاج فيها لتناول دواء. كنت أتناول كوراكني دائما خلال منتصف وجبة الغداء أو العشاء كما أوصى الطبيب.
إضافة إلى ذلك وصف لي مرطبين للبشرة الدهنية، واحد لليل وآخر للنهار، من ماركة سورافين كما ترون في الفيديو، لكن بصراحة لم يعجباني كثيرا. كما وصف لي كريما من آفين خاصة بالخاص يعني بالكدمات وآثار الحبوب، لكنه كان دهنيا جدا ولم يناسب بشرتي. كريم آفين يستعمل في الليل فقط، لأنه في النهار تصبح بشرتك جد دهنية. المنتج الوحيد الذي نفعني فعلا هو مراهن بسيط، كنت أضع منه القليل فقط على الحبة مباشرة وكان يعطي نتائج جيدة. كما ترون هذا الكريم لونه أزرق، كما ترون هذا هو الوحيد يعني الذي يعني رأيت منه نتيجة. أما عن رأيي في ماركة لا روش بوزي الشهيرة، فقد جربتها في فترة الحجر الصحي أيام كورونا، حيث جلبها لي أحدهم من فرنسا. أنفقت الكثير من المال لأنني صدقت مراجعة على اليوتيوب تقول إنها مثالية للبشرة الدهنية، لكن للأسف لم تنفعني إطلاقا. حرفيا الغسول المرهم جعلوا بشرتي جافة جدا وزاد حب الشباب سوءا. كما جربت واقي الشمس فوتو بلوك، لكنه كان دهنيا جدا ولم يناسبني للأسف. ثم اشتريت مرطبات عادية من ماركة كاليدير للنهار، لكنها أيضا لم تقدم أي فائدة تذكر، يعني لم تنفعني ولم تجعل الأمر يسوء أكثر. الآن وبعد كل هذا الطريق طويل، وبعد أن أنهيت دواء كوراكني، أستطيع أن أقول لكم بكل صدق شفيت تماما. لم تعد تظهر لي سوى حبة صغيرة كل شهر أو شهرين بالكاد ترى، ولا تقارن أبدا بما كنت أراه في المرات السابقة. باتت تلك الحبة كأنها لطيفة مقارنة بالماضي ولا تؤثر في نفسيتي إطلاقا. والأجمل من كل هذا أنني اليوم أستعمل منتجات بسيطة ورخيصة جدا، غسول خفيف ومرطب عادي بدون أي تعقيد أو تكلفة، لأنني تعلمت أن المشكلة كانت من الداخل وليس من الكريمات فقط. سأترك لكم الآن أستعمل لصاص هذا المرطب، وأيضا غسول جد عادي، يعني أي واحد يستطيع شراءه. وأخيرا أريد أن أعطيكم مجموعة من النصائح. لا تعتمدوا فقط على المراهم والغسولات، بل ابحثوا عن السبب الحقيقي للمشكلة. اهتموا بتغذيتكم، قللوا من السكريات، الدهون المشبعة والمقليات، أكثروا من شرب الماء والخضروات والنوم جيد. لا تلمسوا وجهكم كثيرا ولا تحاولوا فقع الحبوب، خاصة هذه النصيحة يعني جد مهمة. حافظوا على توازنكم النفسي، فالتوتر يظهر نفسه أحيانا على البشرة. استشيروا طبيبا مختصا تثقون به، وابتعدوا عن الوصفات العشوائية المنتشرة على الإنترنت. وختاما، تجربتي كانت طويلة مؤلمة أحيانا، لكنها علمتني الكثير. اليوم أنا أكثر وعيا بجسمي وببشرتي وباحتياجاتي النفسية والغذائية. إلى كل من يعاني أقول لكم: أنتم لستم وحدكم. اصبروا وكونوا لطيفين مع أنفسكم، وامنحوا أجسادكم الوقت والمساحة للشفاء. ولا تنسوا، الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل ثم ينعكس على ملامحكم. شكرا لأنكم تابعتموني حتى النهاية. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع من قد يحتاج إليه، لعله يكون سببا في شفاء أحدهم. وإلى اللقاء. شكرا لأختي آلاء لترك أعمل هذا الفيديو معكم، والسلام. Thank you, my sister, for these tips and advices. I hope it helped them even a little, and thank you for keeping watching the video until the end. Goodbye. See you in the next video. Bye.